ما هي واحدة حاجة بتاعت جوزك كده. يا ابني ابص يبقى كده. البتاعة دي فيها ايه؟ سيب الحاجة سيب الحاجة. الدولاب ده فيه ايه؟ اعمل بيتي. مين ده؟ بس اهدى مين ده؟ قومي رد عليا عشان ما تحكيش مكاني. دي قصة حقيقية يا جماعة، يا ريت نكمل الفيديو، يا ريت تقدروا تعبنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكملوا الفيديو للآخر. التحاليل اللي انا رميتها في وشك دي بتثبت ان انا بخلف وانت ما بتخلفيش. انت واحدة معيوبة ما بتخلفيش، معيشاني معاكي متغمي. ايه اللي انت عملتيه ده؟ اهدى والله. انا عملت لك ايه كل ده؟ هفهمك يا سيد. هتفهميني ايه؟ هفهمك. ده كده التحاليل دي فيها حاجة غلط. اكيد مش انت. ازاي فيها حاجة غلط؟ انت واحدة معيوبة ما بتخلفيش، انت واحدة زبالة ما حدش يقدر يعيش معاكي اصلا. انت طالق. هتعملي ايه يا بنتي بعد ما طلعتي يا بنتي؟ والله يا بابا مش عارفة هعمل ايه. ما انا عارفة يا بابا والله ان انا تقلت عليك الفترة دي والظروف على القد. ما كنتش استحملك. مين اللي هيستحملك؟ انا في فكره كده في دماغي، ايه رايك؟ فكرة ايه؟ يعني اخدك معايا الشغل، وفي شغلانه كده ربنا يكرمك بيها على اي حد يعني من صحابي ولادهم كده يشوفك يعني كده وبتاع، ولو في نصيب يعني ان شاء الله. ماشي يا بابا سيبها. ايه رايك؟ ماشي انا موافقة. ماشي يا بنتي. بقى نبدأ نشوف موضوع الخلفة ده، نشوف هنروح دكتور مين نتابع معاه، لأن أنت عارفة بقى أنا الابن الوحيد، وأهلي بدأوا يسألوا بقى إيه يا عمور مفيش حاجة جاية في الطريق كده ولا لأ؟ طبعا حقهم طبعا يا عمر، حقهم. فيا حبيبتي إن شاء الله خير كده، وشوفي الله. كده على النت مين أحسن دكتور قريب مننا كمان ونروح نتابع معاه. حاضر هشوف الدكتور النهارده وهنروح له بكره. ماشي يا حبيبتي، عايزة ماشي. حاجة ننزل الشغل؟ عايز سلامتك. السلام عليكم. نهار اسود. نهار اسود. دكتور تاني. ايوه اكيد بابا جه. ايه مالك شفتني ارتبكت كده ليه؟ اخص عليكي. هانت عليكي العشرة. مش المفروض انا اعرف ان انت اتجوزتي؟ مش لازم اعرف ولا تقولي لي عشان افرح لك؟ لا مع بعض. مش المفروض تقولي لي انك اتجوزتي؟ صح ولا لا؟ مين الواد ده؟ ده معلش يا حاج انا غلطت في العنوان، بس انا اسف بقى، معلش انا اسف والله. ده الواد ده انا بشبه الصوت ده، مش هكذب عليا. الواد ده طريقك يا بنت، مش كده؟ ده سيد. سيد؟ إيه اللي جابه هنا؟ معرفش. تعرفيش ايه؟ انا بفتح الباب لقيته في وشي. عادي يا بابا تلاقيه غلط في العنوان ولا حاجة، بس خش بس كده. خش غلط ايه يا بنتي؟ خش. الواد ده بيجي لك هنا ولا ايه؟ أول مرة والله يا بابا، أنا بفتح الباب لقيته في وشي. منور يا حماية. الله يخليك. البيت بيتك ها؟ الله يخليك. حاجة بسيطة كده، اتفضل. ازيك يا بنتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا. امال محدش بيشوفك يعني؟ ولا معلش. بيسمع صوتك ولا حاجه؟ لا يا بابا ازاي اذا كنت انا مكلماك امبارح يا بابا؟ انت بتنسى ولا ايه؟ كلماني انت امتى؟ بتاخد العلاج يا بابا؟ ايوه يا بنتي. امال كلماني ايه؟ امتى؟ من ده أنا كل يوم بكلمك يا بابا. معلش يا حماية هتلاقيك بس نسيت ولا حاجة. امال مين بيطمن عليك كل يوم يا بابا؟ لا حول ولا قوه الا يوم بالله. انت كنت عند بابا امبارح برضه رحتي له، او اول امبارح قايله لي ان انت نزلتي رحت ايوه لبابا. رحت له اول امبارح. اه يا بنتي جايز. افتكرت. يا عم هتلاقيك بس عشان الدواء وكده، ربنا يديك الصحة والسن بقى. الدواء كويس. عايزين والنبي نجيب يا عروسة لابوكي. كل يا بابا يلا. ماشي. ماليش نفسي اكل. ليه يا ابني؟ ايه يا عمر؟ افتكرت مشوار كده هنزله بس. طب اتاخر ولا حاجه؟ لا كل انت يا حماية، البيت بيتك. ماشي يا حبيبي. انت جيتي لي امتى؟ وكلمتني امتى؟ اهدى بس يا بابا اهدى. انا لما كنت نزلت اول امبارح وقلت ان انا جايه لك، كنت رحت عند واحده صاحبتي عشان استلف منها فلوس، وعمر مش كان عايزني اخد منها فلوس، فانا قلت له طب ما إن جيتيش أنا- لابوك ليه وقلت له؟ لا. او كلمتني في التليفون؟ معلش بقى يا بابا، انا رحت لها البيت قالت لي انا واخده كده قرض والفلوس معاها بالزياده، فانا رحت لها، وكان عمر لو عرف ان انا رحت لصاحبتي كان هيعمل معاها مشكله، فعشان كده قلت ان انت. وفي نفس الوقت برضه عمر ما بيحبش البنت دي، فلما بكلمها في التليفون وعمر يخش عليا بيقول لي بتكلمي مين؟ بقول له بكلم بابا بس. وتقدر تكلمها من تليفوني لو مش والله ما عارف مصدقني. اقول لك ايه يا بنتي. ما فيش يا بابا، بس انت كل الف هنا، ولو عمر جه سالك قول له فعلا بتكلم. اكذب؟ بعد العمر ده كله اكذب؟ ما انا قلت لك الحقيقه يا ها؟ بابا، قلت لك انت الحقيقه بس مش هقولها له هو. يا نور عيني اشربي كده وعلى مهلك، انا مش عايزك تتعبي خالص في البيت. في مفاجأة اعملها لك، جايب لك بيبي سيتر كده هتاخد بالها منك، وست لا محترمة. لا يا عمر بعد اذنك ما تشغليش بالك بالفلوس. لا، مش انا اهم فلوس، حاجة مش عندي فلوس. مراتي وابني.
مش فكره فلوس، انت مريحني ومخليني مرتاح ومفيش بعملش حاجه في البيت. انا مش عايزه واحده تخنقني في بيتي يا لا عمر. هي ما تقلقيش، مش هتخنقك ولا هتطلبي منها، والست هتقعد حتى في المطبخ، ما تشيليش هم اي حاجه. مش عايزاها. خلاص انا اتفقت معاها، انا عايز اريح مراتي بعد اذنك، وحافظي على الواد اللي في بطنك ده، ما تعمليش اي حاجه في البيت خالص. تمام؟ اتفقنا؟ ماشي يا عمر ماشي. تعرف ان اهلي هيتجننوا ان انا عشان اول حفيد جاي لهم، اللي جاي ده اول حفيد، فهم هيتجننوا عليه. حافظ عليه كده عشان ربنا يكمل على خير يا حبيبتي. ماشي يا عمر ماشي. ماشي. ايه ده؟ حصل امتى الكلام ده؟ انت هو جوزك ما يعرفش ان انت ما بتخلفيش ولا ايه؟ بس اسكت. بس ايه بس؟ انت عايز مني ايه يا ابني؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش طلقتني وخلاص؟ انا جاي هنا عشان اعرف الراجل الغلبان اللي انت متجوزاه ومغفلاه وانت واحده ما بتخلفيش. ما تبعد. حصل امتى بقى الكلام ده؟ ما تبعد عن حياتي، سيبني في حالي يا بصي سيد. انا ما يشغلنيش كل اللي انا قلته ده، انا كل اللي يشغلني ان انت متجوزه واحد متريش. انا عايز نبني من الحظ جانب. قول كده بقى. عايز فلوس يا سيد؟ طبعا عايز فلوس، لا اما اقول لجوزك على كل حاجه بقى واعلي صوتي واسمع الجيران. بس خلاص هديك اللي انت عايزه. عدى عليا بكره على الساعه 4 هديك الفلوس اللي انت عايزها، بس ابوس ايدك سيبني في حالي، سيبني في حالي وابعد عني. اتمنى ذلك، بس ما وعدتكيش ان انا اسيبك في حالي. امشي. منوره يا اختي جوزي، هعمل لك حاجه تشربيها. ماشي يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا عمر؟ الحمد لله. مالك في ايه؟ لا مفيش، بس يعني عمر انت ليه ما بتتابعش الحمل مع مراتك؟ وانا فاضي للكلام ده يا ستي؟ ده شغل ستات، وبعدين انا طول اليوم في الشغل يعني. شغل ستات ايه يعني؟ مثلا بيجي لها استفراغ، بتتوحم، بتدوخ، انا مش شايفه عليها اي حاجه من الحاجات دي خالص. ما هي ممكن بقى اللي هو الحمل العزيز ده عشان اول حمل او كده، حاجات انا ما بفهمش فيها يعني، لا بس اكيد يعني بكده الحاجات دي احنا ما بنشوفش يعني، احنا مش قاعدين بالعكس يا معاها. عمر، ده اول حمل ده بيبقى متعب جدا. انا بصراحه كده حاسه ان في حاجه غريبه، مش لا يا ستي انت مطمنه. بس عشان ايه بتتفرجي على افلام عربي كتير وكده، ما تقلقيش، كله تحت السيطره. المهم اقعدي كده عشان انا هنزل اجيب لك دليفري اكل من اللي انت بتحبيه، تمام؟ ماشي يا عمر. عشان هي تعبانه شويه وكده كده هجيب بيبي سيتر يعني في البيت. ماشي. اتفضلي ارتاحي. تعالي يا حاجه من ورا البيت، ده تعالي. نورك يا ابني. عملت ازيك يا الفطار بنت؟ برضه يا عمر؟ بيبي سيتر ست محترمه كده تساعدك وتقف معاكي زي والدتك واكتر يعني. طبعا انا زي والدتك، وهعاملك زي بنتي، وهاخد بالي منك ومن البيبي. ربنا يكمل لك على خير يا بنتي. بصي يا حاجه، دي هتبقى، شوفي هتوديها في انهي اوضه، وحطي حاجتك، والبيت بيتك، ما تتكسفيش من اي حاجه. منوره يا ماما. مين يا بنتي اللي بيخبط؟ انت مالك؟ انت مش كل حاجه وكبيره وصغيره تعرفيها في البيت ده، انت فاهمه؟ يا بنتي مين أنا- يخبط مين ما يخبطش، ما تتدخليش. تعالي كده، انا خايفه عليكي. تعالي بس راح مودياني فين؟ تعالي بس هنا، فين؟ تعالي هنا كده. توديني فين يا بنتي؟ خشي. تحبسيني في الحمام؟ خشي يا بنتي افتحي. افتحي يا بنتي. في ايه؟ انا بقالي ساعه عمال اخبط. قول لي هص وفي ايه؟ بقول لك ايه، انا كل ما اخبط هتفتحي بسرعه، لما اخبط تفتحي في انا ثانيه. مش قاعده في البيت لوحدي، جوزي جالي لي يستتر في البيت. ماليش دعوه، انا عايز اقعد معاكي، انا عايز طب اتكلم معاكي. ايه ده انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز مني عايز ايه اقعد دلوقتي؟ معاكي، عايزين نخرج بره، نقعد حاضر. نتكلم مع بعض. حاضر، مش هنا، انا بقى معايا واحده في البيت، افهم. ماليش دعوه واحده مين يعني، انا ماليش دعوه، انا دلوقتي انا عايز فلوس، الفلوس دلوقتي خلصت. انا مش اديتك الفلوس، عايز مني فلوس تانية خلصت يا نوره، خلصت. انا عايز فلوس تانية بعد حاضر، اذنك. عدى عليا بكره هجيب لك فلوس او اجي لك عند الشغل، بس حل عني لاجل النبي. الفلوس تجيلي في الشغل. حاضر خلاص، عشان انا بقالي ساعه عمال اخبط ورقي نشف. هاتيلي كوبايه ميه. حاضر. يلا. راح فين ده؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. انت ايه اللي دخلك الاوضه وايه اللي بتعمله هنا بقول بس؟ لك ايه، وطي صوتك. انا جاي اخد حاجه ذكرى بقول كده لك من معايا جوزك، واحدة. حاجه بتاعت جوزك كده. يا ابني ابوس ايدك. البتاعه دي فيها ايه؟ سيب الحاجه واطلع بره يا ابني، ابوس انا عايز ايدك، اعرف اطلع بس بره. الدولاب ده فيه ايه بس؟ اطلع بره. ايه بس؟ ايه ده، فيه ايه؟ مين اللي قفلت الباب دي؟ قلت لك معايا واحده في البيت، قلت لك معايا واحده في البيت. لا هو مش قفلت حاسة الباب، إن قفلت أنا الباب عملت ليه؟ قفلت الباب ليه؟ يا خلاص. يا نهار اسود، ازاي الكلام ده؟ افتحي. ايه اللي
اللي حصل؟ تعالى بس انا قافله الباب عليهم ايه اللي حصل؟ في ايه؟ في واحد مع واحد مين؟ ده هو ده مفتاح؟ ايوه. اعمل البيت. مين ده؟ بس اهدى بس اهدى مين ده؟ قومي رد عليا عشان ما تحكيش مكاني. اهدى بس. مين ده؟ يا عم ده انا طالقها يا عم. اهلا وسهلا. بتعمل ايه في اوضه نومي؟ انا جاي اخلص ضميري من ربنا. انا عايز اقول لك على حاجه. مراتك دي انت ما سالتش نفسك انا طلقتها ليه؟ انا طلقتها قالت لي عشان مشاكل وانت ما بتصرفش عليها. ما بتخلفش. انا عملت تحاليل وانا تمام وهي مش تمام. هي ما بتخلفش. يعني ايه ما بتخلفش؟ ازاي ده حاجه؟ قومي لي بس كده. بس يا عمر. قفلي بس كده. ومغفلاك وشوف بقى ايه اللي في بطنها ده. هي مش حامل اصلا. طب انا بعد كده خلصت اذنك، ضميري من ربنا. بعد اذنك بره. بعد اذنك ما اشوفش وشك هنا تاني. ماشي يخرب بيتك. بعد اذنك يا ست الكل. ايه ده؟ عايزك ترد عليا. فهميني بيقولوا ايه؟ اصدقهم يا حبيبتي ولا إيه؟ رد عليا يا ابني. ايه اللي في بطنك؟ ايه اللي في بطنك؟ اه ليه؟ ليه كده؟ عشان ما تطلقنيش. عشان ما تطلقكيش؟ تضحك عليا؟ طب الواحد مثلا يكتشف مراته بتخونه، بتاخد فلوسه عشان ما يطلقهاش، بتعمل ان هي حامل ليه؟ عشان انت عارف، لو انت عرفت ان انا ما بخلفش هتطلقني. طب ما انت ضحكت على جوزك الاولاني، ضحكت عليه برضه بنفس السبب؟ ماشيه تضحكي على الناس؟ انا مش فاهم. الحاجه دي مش بايدي يا عمر، مش بايدي والله. ما بتخلفيش تحمدي ربنا وتقولي يا رب انا حمداك على اللي انت مديهوني، انا احسن من غيري. ربنا ما بياخد حاجه بيديكي بدلها 100,000 حاجه. ما بتخلفيش بس بتلاقي عندك صفات حلوه كتير، انما انت زباله. انت انسانه زباله. ابوك الراجل الطيب ده ذنبه ايه لما يعرف ان بنته بتضحك على الناس؟ اقسم بالله انت ما خنتنيش بس انا هطلعك من هنا. عيب اقول لك هطلعك بايه؟ انت هتتنازلي عن كل حاجه عشان خاطر ما اطلعكيش بفضيحه هنا. يا عمر سامحني. اسامحك على ايه؟ سامحني يا عمر، انا اسفه. انا ما كنتش عايزه اخسرك. لو كنت عرفت ان انا ما بخلفش كنت هتبعد عني، وانا حبيتك ومش عايزاك تسيبني. دي قصه حقيقيه يا جماعه، والبنت حصل زي ما احنا عملنا بالظبط، وجوزها لحد دلوقتي مش عارف يطلقها ويرميها في الشارع ولا يسامحها على اللي هي عملته. وهي لما اتقالت لنا القصه اتقالت بالنص ان هو يعني طليقها ما عملش معاها اي حاجه، كان الموضوع كله تهديدات عشان ياخد منها فلوس، وفي الاخر قال لجوزها الحقيقه. يعني ما كانتش في نيتها خيانه، بس الغلطه الوحيده اللي هي عملتها انها خبت عليه، ان هي خبت عليه وان هي ضحكت عليه، وكان السبب بكلامها اللي قالته لنا ان هي عملت كده عشان خاطر جوزها ما يروحش من ايديها. مستني رايكم في الكومنتات. باي.